انا دلوقتي بلعب ايه الخطه اللي بلعب بيها؟ طيب الاهلي بيلعب 4-3-3. 4-3-3 دي يعني انا عايز باك يمين وعايز باك شمال وعايز قلبين دفاع وعايز هاف ديفندر وعايز خط وسط وعايز صانع العاب. قدامهم بلعب بمهاجم واحد وبلعب بجناح يمين وجناح شمال. الجناح اليمين والجناح الشمال دول المفروض ان هم بيضموا في حاله، يعني الجناح اليمين هيضم مع المهاجم في حاله ان الباك الشمال بتاعي بيرفع، والجناح الشمال هيبقى بيسند معاه عشان ممكن يستلم منه الكوره ويباصي لحل من الحلين. بيجي معاهم صانع الالعاب من تحت يبقى على الدايره بتاعه ال 18 عشان ياخد الكوره اللي راجعه، او عشان لو يقطع الكوره ويباصي او يشوط ويجيب جون. طيب هل انت بتلعب كده؟ لا. هل انت جبت جناح يمين بيلعب برجله الشمال عشان يسد الخانه دي؟ لا. طب هل انت عندك جناح يمين بيعرف يرفع؟ لا. طب هل انت عندك جناح شمال بيلعب برجله الشمال عشان يعرف يلعب او عشان يعرف يرفع او عشان يعرف يطلع عرضيه؟ لا. حد يفهمني ازاي النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا ما عندوش باك شمال مميز بيلعب برجله الشمال، ما بيضطرش ان هو يعمل زي كريم فؤاد كده ويروح قاطم عشان يرفع، اللي هو لازم يعدل رجله الاول. وطبعا لو رفع برجله الشمال الكرة بتروح طالعه في الكورنر عادي جدا او بتطلع ضربه مرمى.